هو الآخر لدور ال16. نعود للحديث عن المنتخب الجزائري بطل هذه البطولة مرتين في عام 90 عندما نظمها في ملعبه، وفي عام 2019 عندما نظمت في القاهرة في مصر، وبنفس الجيل، هذا الجيل الذي حقق البطولة في عام 2019 بقيادة جمال بن ماضي. طبعا مرة أخرى نقول هارد لك للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري، لكن أذهب إلى رفيق صيفي أحد نجوم الكرة الجزائرية التاريخيين ونقول لك أولا هارد لك رفيق. السؤال المهم، هل آن أوان وحان أوان التغيير في المنتخب الجزائري أم ما زال؟ أول شيء مبروك للمنتخب الموريتاني والعلوي. في نفس الوقت لا أتفق معه عندما يقول لك الجزائر أدى بطولة جيدة، بالعكس، المجاملة في كرة القدم ليس بالشيء الجميل، وجامل بقول الحقيقة، وجامل عندما تأدي عليك فوق أرضية الميدان وتخسر. في كرة القدم فيه دائما فائز وخاسر، وجاملك أو أمدحك عندما تقوم بالمعجزات. صحيح الحين ممكن الجيل هذا ممكن راح يكون في المستقبل جيل آخر، لأن لو حسبت تقريبا عدد اللاعبين الموجودين اللي كانوا في 2019 وفي البطولة اليوم في 2024 تقريبا أكثر من 10 لاعبين كانوا موجودين في 2019. عملية التجديد كانت ببعض العناصر اللي كان الشعب كله يطالب بهم، يعني دائما في إدخالهم اللي عندهم يعني كوادر الفريق. كرة القدم تختلف، كرة القدم جماعية ليس بالفرديات. احنا عندنا فريق صحيح يمتلك فرديات، يمتلك أسماء، ولكن لا يمتلك لعب جماعي، وهذه اللي أثرت علينا في إفريقيا. يعني لا يمتلك لعب جماعي، تقصد يعني لابد من تغيير المدرب او المدرب صاحب الخبرات، مدرب حقق البطوله من قبل، فماذا حدث؟ يعني هذا الامر هو علامه استفهام. اللعب الجماعي عندما اقول لك اللعب الجماعي واللعب تقصير تدريبي، لا اقصد المدرب. اللعب الجماعي لانه نفس الفريق تقريبا كان موجود في 2019 وحقق البطوله بجداره. يعني عندنا فريق يلعب على التحولات، فريق يلعب على المرتدات، على الهجمات السريعه، فريق يعرف يدافع. عندما تلعب بكتله، عندما نتكلم عن الفرديات وعلى اللعب الجماعي، اللعب الجماعي الهجومي والدفاعي، لان اليوم منظور اذا في خلل تكتيكي. سبب من الاسباب اللي خلتنا اليوم نخرج من هذه البطوله هي دفاعنا. المنظومه الدفاعيه سيئه. منذ بدايه البطوله نصنع دائما فرص ولا نسجل كثير، يعني في كل مباراة في نصف ساعة من اللعب، أول مباراة ثاني أمام أنغولا، أمام بوركينا فاسو، في مباراة اليوم في نصف ساعة الأولى نصنع الفرص ولكن لا نسجل. زيادة على هذا دائما نتقبل أهداف، سجلنا 3 أهداف تقبلنا 4. في 2019 قوتنا، سجلنا 6 أهداف في دور المجموعات تقبلنا 0 هدف. بطولة كاملة تقبلنا 2 هدفين، سجلنا 13 هدف. يعني عندما تكون المنظومة الدفاعية أقوى صلبة والكل يدافع والكل يهاجم، التغييرات من مباراة إلى أخرى صحيح، التغييرات من مباراة إلى أخرى دائما كانت تعطي الإجابة. في المباراة الأولى لم تعطي الإضافة، المباراة الثانية أعطينا نصف ساعة أخير في منتهى الروعة، في مستوى عالي، صناعة الفرص، رجعنا في النتيجة وكنا حتى قادرين نفوز. مباراة اليوم نفس الشيء، في 20 دقيقة الأخيرة نفس الشيء حاولنا، ولكن مباراة اليوم تختلف عن المباراة الأولى والثانية. المباراة الثانية والمباراة الأولى تحس أن كان فيه لعب، كان فيه طريقة لعب، كانت فيه هوية فريق. مباراة اليوم في النصف ساعة الأخيرة كان لعب عشوائي، صح كانت فيه تغييرات، ممكن أنا بالنسبة لي والناس ما يطلعش ما يخرجش، والناس ممكن تدخل بحرس كصانع العاب، ولكن والناس خطوره افضل لاعب في التشكيله كان ادم والناس. يعني خطا تبديل كذا انا جايك تدريجيا، انت كل حاجه توقف لي على وفق. خطا تدريبي، خطا مدرب، خطا مدربين. لا هي اسباب كلها، ليس الا المدرب ولا لا، كل منظومه كامله بالمدرب باللاعبين، لان هذا المدرب وهذول اللاعبين تقريبا نصف اللاعبين هم أعطونا يعني فازوا بالبطولة 2019، فازوا بالبطولة وأعطوا يعني البسمة لكل الجزائريين. ليس من العيب أن يعني تحضر للمستقبل، ليس من العيب أن تبني على أخطائك. صحيح أخفقنا في الدورة السابقة وأخفقنا في هذه الدورة، ولكن لازم نستخلص الدروس، يعني نستخلص الدروس ونبني على أخطاء لكي نتقدم. ولهذا ليس عيب الانتقاد، الانتقاد البناء لصالح بلدنا ليس من العيب. صح، كلام مظبوط من رفيق صيفي. الانتقاد البناء شيء جيد، ولتصحيح الأخطاء في القادم بمشيئة الله للمنتخب الجزائري الفوز والتأهل التاريخي.
إذا معنا مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو. مرحبا بك على قنوات بين سبورتس. تهانينا فوز تاريخي وترشح تاريخي كذلك. هل كنت تتوقع هذا السيناريو اليوم في هذه المباراة وكيف وجدت المباراة؟ مساء الخير للجميع، السلام عليكم. نحن كنا جاهزين للمباراة، كنا جاهزين لهذا السيناريو تحديدا، وبكل صراحة سجلنا هدفا خلال اللعب، وبعد ذلك بالتأكيد كان يجب أن نصمد أمام هذا الفريق الجزائري القوي جدا فرديا وجماعيا كذلك. إذا نحن تمكنا من الصمود وأنا فخور جدا بما حققه اللاعبون. هل تظن بأن الضغط كذلك الذي كان مفروضا على الجزائر ساعدكم للفوز؟ نعم نحن نعرف بأن الضغط كان كبيرا جدا عليهم، وكان عليهم أن يفوزوا في المباراة. نحن آمنا بأنفسنا حتى النهاية، واللاعبون كانوا حاضرين فعلا للموعد، وأنا فخور جدا بما حققناه الليلة. وما هو نقاشك للاعبين قبل المباراة؟ أنا عشت ذلك منذ سنتين كذلك مع جزر القمر، وكنت قد فسرت لهم آنذاك أن كل شيء ممكن، وتابعنا الخصوم كذلك، وأن الفريقان يمكن أن الفرق يمكن أن تترشح في اللحظات الأخيرة، ويجب أن نستغل أي فرصة وأن نؤمن بحظوظنا. آمنا حتى النهاية، وهذا فخر كبير، وتحيا موريتانيا مرة أخرى. الدور القادم سيكون صعبا جدا، هل أنتم جاهزون؟ نحن سنتمتع أولا بهذا الإنجاز، وسنفكر في الدور القادم. ما حققناه حتى الآن يعتبر إنجازا في حد ذاته، الآن خطوة تلو الأخرى. تهانينا، شكرا. إذا كان هذا مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو الذي يحقق الاستثناء للمرة الثانية بعد جزر القمر اليوم مع موريتانيا. طبعا شكرا للزميل حسين بوصالح على هذا اللقاء مع امير عبدو، المدرب الذي يعيد ويكرر انجازه من النسخه السابقه بعد التاهل ايضا التاريخي لجزر القمر. اليوم محمديه تاهل طبعا برفقه موريتانيا، واضح ان له بصمه واضحه مع المنتخب الموريتاني. ماذا قدم هذا المدرب للمنتخب من وجهه نظرك الفنيه؟ هو بالحقيقه كان اختيار موفق بحكم انه كان يعرف البيئه، كان يدرب فيها في سنوات، وبالتالي كان عمل سنوات في موريتانيا، يعرف ثقافه موريتانيا، يعرف اللاعبين، يعرف كل التفاصيل تقريبا، فبالتالي هذا كان خيار موفق. ثانيا نوعيه كره القدم التي يقدم تناسب خصائص اللاعبين. نحن يجب ان نلعب كره قدم هكذا منظمه جدا دفاعيا، ننتظر الخصم ومن ثم نرتد، لان هذه هي خصائص اللاعبين، فبالتالي المدرب اصلا فلسفته في اللعب تناسب خصائص اللاعبين. نضيف الى ذلك انه رجل مقتدر لديه شخصيه قويه كاريزماتيكيه في الحقيقه، متحدث ممتاز، لديه قدره دائما على اقناع اللاعبين، لكن في النهايه كذلك لا ننسى بانه وضع دائما في ظروف مثاليه. احمد المثل في ظروف يعني اللوجستيه، المنتخب في ظروف احمد من افضل المنتخبات في القاره، طائرات خاصه، حوافز ماديه عاليه جدا من الاعلى في القاره، فريق وضع دائما في ظروف مباريات وديه، هناك يعني اداره المنتخب طبعا هذا يحتاج لميزانيه، يحتاج لعمل، فبالتالي وضع دائما امير عبدو ونجح بشكل حقيقه مميز، واستمر كذلك بالنجاح في النسخه الثانيه تواليا. بالفعل.